ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده ثالث حلقه من حلقات السيلف كوتشنج، وحلقتنا النهارده مهمه جدا وعنوانها مهم. عارفه ان انتوا سمعتوه قبل كده، بس ان شاء الله هنناقشه النهارده بمنظور مختلف. عنوان حلقتنا بيقول ايه؟ اوعى تصدق دور الضحيه واعرف بالظبط انت ضحيه ايه. قبل ما اتناقش معاكم العنوان ونعرف التفاصيل بتاعته، في فيديو صغير جدا عايزاكم تتفرجوا عليه، بعد كده هنرجع نتكلم. ان انت اخترتي الناس اللي حواليك غلط. ما هو انا بيجي وقت اقول ايه، لا لا، ما هو ده العيب بقى مش الكلام في ده الناس. لو انت مثلا في مم. حياتك 40 وطلع منهم آه 25 نسبه 21. 50%. اه. لكن ده كله كلنا شفنا الفيديو وشفنا الفنانه شيرين وهي بتتكلم ان هي كانت ضحيه لكل الناس اللي حواليها، وان هم كلهم القريب والبعيد كانوا مؤذيين. قبل ما اقول تعليقي على الفيديو ده، في حاجه مهمه جدا هنا. انا مصدقه جدا 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 ان الانسانه دي كانت ضحيه للناس اللي حواليها، وان هي فعلا كانت محاطه بناس مؤذيين. ومصدقه جدا ان اي حد فينا ممكن يقع ضحيه وفريسه لكل الناس اللي حواليه. خلينا بس نثبت المعلومه ديت، عشان انا ما بهاجمش حد او بكذب حد او بقول لحد ان انت لا انت مش ضحيه. لا، فعلا كلنا في وقت من الاوقات ممكن نبقى ضحيه. طيب ايه بقى مشكلتي مع الفكره اللي في الفيديو؟ الفكره هنا ان انا الرساله اللي في الفيديو رساله سلبيه جدا. انا دلوقتي لو حظي وقع ان كل الناس اللي حواليا طلعوا وحشين، تمام، وان هم فعلا اذوني وان انا فعلا بقيت ضحيه ليهم، هتعامل مع الموقف ده ازاي؟ يا ترى ايه الرساله اللي انا هوصلها لعقلي عشان عقلي يقدر يساعدني ويخليني اتخطى المشاكل اللي هم حطوني فيها؟ هنا الفنانه قالت ان الناس كلها القريبين والبعاد كانوا وحشين، وان لا ده ممكن يكون بقى نتيجه حسد او نتيجه سحر، لكن مش عيب فيها وفي اختياراتها. طيب الرساله ديت كانها بالظبط كده جابت عقلها وقامت حبساه في قفص ذهب. يعني ايه الكلام دوت؟ انا لما اقعد اقول لعقلي لا انت كويس وتمام، الناس هي اللي وحشيه، الناس هي اللي مؤذيه، او والله ده حد عامل لي عمل، او والله ده حد حسدني، هل عقلي هيبتدي يفتش يا ترى ايه الطبع اللي وحش فيه عشان يبتدي يغيره؟ او هيبتدي يفتش يا ترى ايه الطبع اللي حلو فيه بس محتاج يعمل عليه كنترول شويه عشان هو بيطلع الطبع الحلو ده لناس ما تستاهلش، او بيطلعه بدرجه بزياده بشويه؟ عمره ما هيفكر. ليه؟ ما انا خلاص خدته وبروزته وحبسته في القفص الذهبي الجميل بتاعنا، وقلت له انت كويس وتمام ومفيش اي حاجه خالص، انت يا حرام ضحيه. لا، انا لازم افكر انا ضحيه ايه؟ ضحيه طبع وحش لازم يتغير، ولا ضحيه طبع حلو محتاج يتعمل عليه كنترول؟ يا جماعه انا لما بدي لعقلي الرساله السلبيه ديت وبقول له الناس اللي حواليا هم اللي وحشين او سبب المشاكل اللي في حياتنا الحسد او السحر، انا بمنتهى البساطه بحبس عقلي، ما بخليهوش حر. عمر ما عقلي هيساعدني، لان ببساطه هو مش شايف ان في حاجه غلط، فبالتالي الافكار اللي هنا عمرها ما هتتغير، فبالتالي السلوك مش هيتغير، فبالتالي المشاعر مش هتتغير. فارجوكم لما نقع في مشاكل ونقع في ناس مؤذيين لازم نقعد مع نفسنا ونفكر ونواجه نفسنا. الطبع اللي محتاج يتغير، ولو وحش لازم نعمل عليه اكس ونغيره تماما، ولو هو حلو محتاج يتعمل عليه كنترول شويه. ممكن اكون طيبه بزياده فاللي حواليا بيستغلوني، ممكن اكون معطاءه بزياده فاللي حواليا بيستغلوني، ممكن اكون بتكلم كتير وكل الافكار اللي انا بفكر فيها كل الناس عارفاها فبرضه بيستغلوني. ارجوك يا جماعه بلاش نصدق دور الضحيه. وهنا انا بقول نصدق ليه؟ لان احنا مش بنمثل، احنا فعلا ممكن نكون ضحيه، بس لازم نعرف احنا ضحيه بايه بالظبط. واوعوا تصدقوا ان انتوا ضحيه الناس اللي حواليكم، لا احنا بنبقى ضحايا لطبع لازم يتغير فينا، لازم نعمل عليه كنترول علشان نقدر ان احنا نساعد نفسنا. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.